السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ نتمنى الكل يكون بخير يا ربي. البنات غنشارك معكم الطريقه ديال الحريره ديالتي. طريقه تجي غزاله وفنه، واللي يشربها عندكم غادي تعجبه. طريقه سهله ومبسطه جدا، ما فيهاش قوه التماره. عندي البنات هنا ما يقارب واحد 8 الحبات ديال المطيشه، طماطم، وعندي واحد 2 بصلات مقطعاهم. تناخذ مطيشه البنات تنحطها في الكاس ديال الخلاط، تنضيف عليها واحد الكاس كبير ديال الماء، وتنضيف عليها معجون ديال الطماطم، مطيشه ديال الحك، حتى نخلط الكل البنات. من بعد ما تتخلط البنات حتى نضيفها في الطنجره في الكوكوت. في نفس الكاس البنات اللي خلطت فيه مطيشه غادا نضيف فيه البصله، وغنزيد عليه واحد الكاس ديال الماء صغير. غادا نخلطها حتى هي نفس الشيء. البنات الطريقه غير جربوها والله الا تجي غزاله. عندي البنات هنايا القزبر والمعدنوس محتفظه به في المجمد، وعندي الكرافس كذلك محتفظه فيه بالمجمد. تنضيفوا على الطماطم والبصل اللي طحنا. عندي البنات هنا 3 المعالق ديال العدس، المهم شويه العدس نقيته غسلته ضفته على الخليط. عندي هنا الحمص حتى هو كنت محتفظه به بالمجمد، حتى هو زدته على الخليط. عندي البنات هنا القطع ديال اللحم، الا كان ضيفوه، الا ما كانش ماشي ضروري، غير هي الحريره ملي تكون فيها اللحم تتجي بنينه، تتعطي واحد اللذه اكثر. البنات هنا عندي العطريه، معلقه كبيره ديال الملحه، ديال الابزار، الزنجبيل هو اسكنجبير بودر، خرقوم عرق اللي هو الكركم، ضامه البنه، ضامه الزعفران، وعندي ضامه ديال السمن. ضامه السمن تتعطي نكهه زوينه. تنخلي البنات هاد الخليط كامل كيف ما تنقولوا يشرب مع بعضياته. تنزيد واحد شويه ديال الزيت، ما تنكترش الزيت في الحريره، يعني ما يقارب نص كاس فقط ديال الزيت. تنسد على الكوكوط، تنخلي الخليط حتى تنسجم مع بعضياته مزيان البنات. تناخذ الماء حار تنطيبه، بعد ما نسجم الخليط حتى نزيد الماء كيف ما تتشوفوا. من بعد ما تنزيد الماء تنخليه حتى تيغلي مزيان. بعد ما طاب اللحم وكل شيء تنخلي الماء يغلى، تنزيد الشعريه، تنخلي الشعريه البنات حتى تطيب. تنعطيها الوقت ديال 5 دقائق، ما تنخليهاش مده طويله. عندي هنايا دقيق الفورص رقم 1. تناخذ ما يقارب واحد 2 كيسان ديال الفورص، تنزيد عليهم الماء، تنديرهم في الخلاط. احسن شي الخلاط البنات تيخلط الفورص مزيان. تنخلطو مزيان بعد ما طابت الشعريه وبعد ما غلات لينا الحريره. تنضيف هذا الخليط اللي خلطت في الخلاط ديال الفورص، تنضيفه بالتدريج بشويه بشويه البنات، وتنحركه. يعني تضيفي واحد الكميه وتتحركي، تضيفي واحد الكميه وتتحركي. الا كبيتوه مره واحده يعني ما تعطيش شي نتيجه زوينه. حاولوا تكبوه بالتدريج وتخلطوا بشويه بشويه.
تنبقاو البنات مستمرين بالتحريك حتى تتمشي هذيك كيف ما تشوفوا ديك الرغبه البيضاء. ملي تترجع تتعطينا واحد اللون، يعني اللون احمر، تنعرفوا بان الحريره ديالتنا يعني غادي تجي ناجحه ان شاء الله. هانتوما البنات راه الحريره ما شاء الله، شوفوا اللون ديالها. انا حيدت الفلاش ديال التليفون باش يبان لكم. البنات هاد المده تخليو عليها البوطه مرخوفه، ماشي البوطه مجهده. كيف قلت لكم التحريك باستمرار، انكم تحركوا باش الحماص العدس وهذا ما يلصقش تحت الطنجره وما يتحرقش لينا. كاين البنات اللي تضيف عليها البيض، كاين اللي تضيف عليها القزبر والمعدنوس باقي خضر. هذا صراحه انا ما تتعجبنيش. بغيتو ديروا هاد الاضافات اخر شيء ديروها، وبالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديال الحريره ديالنا. البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش ديروا اعجاب. وشكرا ومع السلامه.